اهلا بيكم. وفاضل 3 ايام، يوم الاحد والاثنين والثلاث فقط لا غير، على ان انت يبقى ليك فرصة في شقق الاسكان الاجتماعي ومحدود الدخل. كلام مهم، وافهم بقى، وكل الناس اللي لسه مترددة اسمع الحلقة دي وافهم الكلام ده واعرف هل ينفع اصلا تقدم ولا لا. هقول لكم بمختصر كبير جدا شوية معلومات كتير جدا في دقايق بسيطة جدا. اول حاجة طبعا دي اخر فرصة واخر 3 ايام عشان حضرتك تقدم في شقق الاسكان الاجتماعي وسكن كل المصريين 5، ان كانت بقى في اكتوبر الجديدة ولا في حدائق اكتوبر ولا في حدائق العاصمة ولا في 15 مايو ولا في اي من المدن. طبعا احنا بنتكلم على الحاجات الكبيرة اللي عليها طلب، واللي نازل هنا 10,000 وهنا 13,000 وهنا 10,000. اللي انا بقوله ده كلام مهم جدا، لان انت معاك لغاية يوم 31 ديسمبر ان انت تشتري كراسة الشروط من البريد وتدفع مقدم جدية الحجز في البريد، اللي هو ان كان بقى 350 جنيه، او مقدم جدية الحجز اللي هو 30,405. عايز اقول لكم بقى وانبهكم ان فعلا يا جماعة الشقق دي فيها فرص حلوة وفيها فرص كتير. طبعا ناس كتير قدمت، بس طبعا حتى للعزاب الكلام ده انا عايز اقول لكم ان حتى لو انت ما لحقتش المره دي، مع ان ممكن برضه يبقى ليك فرصه لان هم لازم ياخدوا عدد من العزاب، حتى لو ما لحقتش لا انت بيبقى ليك اولويه في الاعلان اللي بعده. فحتى يبقى اعتبر انت برضو استغليت فلوسك واستفدت بفلوسك الفتره دي، ضمنت لنفسك دول. الاعلانات ما بقتش كتير قوي زي الاول، لان كلنا عارفين ظروف البلد وكلنا عارفين ظروف مواد البناء واسعار البناء والتضخم اللي احنا بنعاني منه، فما بقتش فيه اعلانات كتير جدا زي ما كنا احنا بنتكلم في كل سنه في اعلان كل سنه في اعلان. لا دلوقتي احنا بقالنا فتره ما نزلش، وعايز اقول لكم ان نزل. عشان كده الاقبال كان شديد جدا، ان احنا بقالنا فتره ما نزلش في حدائق العاصمه، وكان نزل في اكتوبر ونزل برضو عدد قليل الفتره اللي فاتت، ونزل له تكميلي كمان وحاجات زي كده. طب اللي انا دلوقتي راجل حاسب او مطلق او مطلقه او ارمله، يعني اعمل اول حاجه لو انت عايز بجد. ورقك سهل وبسيط، ولو انت ناوي وعايز تحجز فرصه ليك او ما تضيعش الدنيا دي منك، انا هنصحك ما تضيعش الفرصه. مادة واخد القرار، حضرتك توجه لمكتب البريد. احنا معانا لرفع المستندات لغاية يوم 15 يناير، فانت توجه لمكتب البريد اشتري كراسة الشروط. ودلوقتي الدنيا حتى بقت رايقة وما بقتش زحمة، وفاضل 3 ايام، حد واثنين وثلاثة. احنا هنا لما بنيجي معلش نتكلم على العازب بنتكلم على بطاقته ومستند دخل ومستند اقامة بس، والباقي طبعا بقى الورق ان كان في كراسة والحاجات دي، دي امره سهل، لان كده كده ولا مطلوب منه بقى كده عائلي ولا مطلوب منه مش عارف ايه. لا، مستند دخل ومستند اقامه. ومستند الاقامه بيبقى مع ايه؟ ايصال مرافق على عنوان بطاقته. طب عنوان بطاقته مختلف، حاول تجيب ايصال مرافق على عنوان بطاقته. طب ما فيش ايه عقد بقى ايجار وقصه كده ايه هنخش فيها، بس اللي انا جاي لو انت اعزب بجد، لو انت ولو مش عارف تعمل الحته دي، تواصل معانا بقى في السريع واحنا نحاول نساعدك عشان خاطر يعني تلحق الموضوع ده. بس في حاجات انت لازم تعملها. هو انت اللي لازم تشتري كراسة الشروط، انت اللي لازم تدفع مقدم جديد، الباقي كله ممكن عايز تسيبه لنا سيبه لنا، ولكن ده بالنسبة لي الأحسن. طب بالنسبة بقى للمتزوجين، المتزوجين هنا ممكن يبقى المطلوب منهم، وانا قلت لكم قبل كده ان اكتر ورقة ممكن تكون بتاخد وقت شوية ايه اللي هي القيد العائلي. وانا اعتقد دلوقتي ما بقاش فيه الزحام الاولاني، لان معظم الناس اللي هي عايزة تقدم قدمت خلاص، وكل اللي بيجهز ورقه وجاهز وخلاص. فلو انت عندك اسرة ولسه متردد، لا يا فندم افكر فيها بجد. يعني بص، انا مش هستفاد حاجه منك، وانت مش مهم تقدم عن طريقي ولا اي حاجه من الحاجات دي خالص، يعني انا بقدم لك نصيحه لله ان احنا في معدلات تضخم عاليه جدا. وانت لو حجزت حتى شقه هتستلمها بعد 3 سنين وتقعد تدفع، انت في خلال ال3 سنين كله هتدفع كام؟ هتدفع لك 120,000 ويبقى معاك شقه اللي هي دلوقتي محسوبه لك ب 650، بعد 3 سنين هتبقى بكام؟ خلينا يا جماعه نتكلم بصراحه كده، حد ضامن ال3 سنين اللي جايين دول يبقى 650,000 قيمتهم قد ايه؟ فهنا الفرصه هنا. فانت لو كده اعمل لك يا عم الكود العائلي وشهادات ميلاد عيلك، كده كده اكيد عندك، قسيمه الزواج اكيد عندك، اثبات دخل ليك لو ليك مفردات مرتب مالكش اعمل شهاده دخل، الزوجه ما بتشتغلش اعمل لها اقرار بعدم عمل زوجه وخلاص. وابتدي هات ايصال مرافق للمكان اللي انت قاعد فيه، ولو انت الايصال غير البطاقه بتاعتك اعمل لك عقد ايجار. اللي انا بقوله ده صعب. طب ايه اللي يتعمل في خلال ال3 ايام دول؟
اللي يتعمل في خلال ال3 ايام دول ان حضرتك تتوجه لمكتب البريد تشتري كراسة الشروط وتدفع مقدم جديد الحجز. بس لازم تفكر، لازم يبقى قرارك. انا هنا طالع انصحك عشان خاطر الوقت بقى ايه، الوقت بقى ضيق، الوقت ما بقاش مساعد ان احنا بقى ايه. طب استنى انا هاخد لي 3 4، لا يا فندم، ده انت لازم يوم الاحد يوم الاثنين. هو انا ممكن ادفع التلات ويبقى ليا فرصه تدفع كراسه وتدفع مقدم جديد ويبقى ليك فرصه، ما فيش اي مشكله. ليه؟ لان تقديم الورق مفتوح على الموقع حتى يوم 15 يناير، ودي حاجه طبعا كويسه جدا. والايام هتبقى الدنيا رايقه والموقع اتظبط والدنيا بقت الناس شغاله عليه بشكل كويس. بالنسبه للمنتدب، بالنسبه بقى للمطلقه، المطلقه انت ايه المطلوب منك؟ معاكي اطفال هتجيبي برضو قيد عائلي، ما معكيش اطفال ما تجيبيش قيد عائلي، والورق بتاعك العادي واقرار بعدم الحصول على نفقه. شوف انت بقى الدخل بتاعك، لو بتاخدي معاش من والدك اثبتيه، لو انت بتشتغلي هاتي مفردات مرتب. طب لو انت مش ده كله، ممكن حضرتك بسهوله جدا تعملي ايه، شهاده ايه دخل ليكي للوظيفه. ممكن تكون انتوا عارفين بقى شهادات الدخل، انت بتختاري الوظيفه المناسبه ليكي وبتختاري المرتب المناسب، والمحاسب القانوني هو دوره ووظيفته ان هو بيضمن لك هذا ايه، هذه شهاده الدخل. طب ده بالنسبه ايه للمطلق. خلي بالكم من اقرار عدم الحصول على نفقه، لان ده بيخلي ورق كتير يرجع يقولوا ايه معلش ابعت لي الايه الاقرار. احنا مش عايزين بقى نخش في تظلمات، احنا عايزين ورقنا يبقى على طول تاني. ده بالنسبه للمطلقه. وبالنسبه يا جماعه للارمله نفس الكلام. حضرتك لو انت بتاخدي معاش زوجك او معاش اي حد لازم تحطيه، لو هو اكتر من 3000 ونص ولو اقل اعملي دخل مكمل ليكي عن طريق شهاده دخل. كل اللي انا بقوله ده عشان حضرتك لو انت فعلا من قدامك واخد القرار وعمال متردد طول الفترة اللي فاتت دي، لا طب ده في ناس اشترت اصلا كراسة الشروط وبعد ما اشترت كراسة الشروط رجعت لي لا اصل ده قالوا لي هتبقى ب1,000,000 جنيه، اصل قالوا لي القسط هيبقى ب8,000 جنيه. لا يا فندم، كل الكلام ده كلام غير صحيح تماما. القسط حضرتك هيتراوح، يعني احنا حسبناها اكتر من مرة واحنا بنتكلم من اول 2.5 و3 و3. ليه؟ لان القسط ده بيرتبط بزياده سنويه. انت ممكن بقى مع البنك تروح يعمل لك القسط ده، خلي بالك ثابت، انت حر انت وهو. لكن في اقساط انت ممكن تبتديها من اول 2.5، ممكن تبتدي القسط بتاعك من اقل من كده كمان، ويزيد كل سنه زياده سنويه على مدار ال20 سنه. هتقدر ان انت يوصل بقى للرقم اللي هم عايزين. المهم في النهايه ان ما حدش يقلق من موضوع القسط ده. ليه؟ اولا انت بعد 3 سنين ما حدش عارف ال1000 جنيه يبقى عامل ازاي، ولا ما حدش عارف. فاحنا بالتالي لما انا باجي بعد 3 سنين اقيم حاجه على دلوقتي ابقى ظالم. ليه؟ لان انا لسه في ال3 سنين. طب انت ال3 سنين لا، ده عمليه تفاوضيه بينك وبين البنك، انا هدفع مقدم كذا تصغر لي القسط، طب انا ما معيش مقدم خالص يبقى كبر لي القسط، وهكذا لغايه اما توصل لاتفاق معاه. طب ما وصلتش، في ايدك تطلب تغيير الايه البنك. كل اللي انا بقوله ده عايز اوضح لك ان احنا في فترات انتقاليه عموما وما بتجيش الفرص كتير. فانا عايزك تحافظ على الفرصه دي. قدامك 3 ايام، قدامك ايه 3 ايام لشراء كراسة الشروط وسداد جدية الحجز، ومعانا لغاية 15 يناير نرفع ورقنا بقى براحتنا. ما عرفتش ترفع تعالالي، عرفت ترفع خلاص ربنا يوفقك وانا اتمنى لك بالتوفيق. لان هي القصة مش انا ارفع ولا غيري يرفع، لا القصة ان انت تعمل محاولة، تعمل تحاول بقدر الامكان ان انت ايه، ان انت يعني تستفاد بالموضوع ده. ربنا اكرمنا واستفدنا خير وبركه. طب ما اكرمناش يبقى انا عملت اللي عليا، يبقى انا ما كانش فيه فرصه قدامي وضيعتها. والحته دي اللي ساعات بتخلي ضميرنا يأنب علينا على الاعلانات اللي فاتت. ايه ده كان الاعلان الشقه ب 300,000 وانا ما قدمتش، انا اللي غلطان. لا طب ما انت المره دي اهو انت عملت اللي عليك، حصل نصيب يبقى انت كسبت، ما حصلش نصيب يبقى انت ايه ليك اولويه فين في الاعلانات اللي جايه. يا رب يا رب فعلا كل اللي عايز شقه ياخد شقه، ويا رب اشوفكم دايما من كل خير. وشكرا ليكم، وهم 3 ايام اخر فرصه ما تضيعهاش عشان انت ممكن تخسر كتير جدا.